النادي الاسماعيلي النقطة اللي خدها النهارده ومكسب لنادي حرس الحدود. زي ما احنا عارفين ان الاسماعيلي بيلعب على ملعبه في اسماعيليه. هو برضو انا في مبدئيا صراحه في الاول انا بعذر الكابتن احمد العجوز المدير الفني للنادي الاسماعيلي لانه اوراقه قليله. كابتن كريم انا شايف النادي الاسماعيلي السنه دي كان محتاج دعم اقوى من كده خاصه في خط الهجوم. النهارده مع عمرو السوليه بيتعور او متولي مكان غايب. مباراه الجيش ما كانش في حد في نص الملعب بيستعين بشريف بيستعين محمود عبد العزيز لوحده في غياب حسني. يعني نص الملعب هو اللي بيحرك الفرقه. النهارده جون انطوي كفيرود وحيد وبينزل عصام علي. كان المفروض يبقى فيه فيرود تاني اقوى من كده. النادي الاسماعيلي كاسم وكتاريخ المفروض يبقى عنده حلول احسن من كده. اما نيجي نحسب النهارده السنه اللي فاتت كان عمر جمال، كان احمد خيري، كان احمد علي، كان فرقه تعرف تقف على كورتها ونلعب كوره. في غياب الناس هتبقى مشكله زي ما حصل 3 مباريات ما عندكش اللعيبه الاساسيه بتاعتك فبتاثر عليك سلبا. النهارده انا كنت متوقع النتيجه كانت 90 دقيقه في الملعب، النتيجه عادله جدا 0-0. لكن ما نقول انت حضرتك بتتكلم تقول النادي الاسماعيلي يكسب حرس حدود كتاريخ وكاسم ماشي، لكن 90 دقيقه النهارده الفرص قليله. حرس حدود نجح بدرجه جيد جدا في الحفاظ على الاستحواذ في نص الملعب، على السيطره على التقفيل الدفاعي 10/10. ببارك لبسيوني بقول له النهارده عملت ماتش جميل، اللعيبه ملتزمه دفاعيا وبعدين هجوميا. كل مصر عارفه ان هجوميا حرس الحدود قليل. ليه؟ لان اللعيبه اللي عندك لعيبه كويسه لكن مش بتوع النهارده، بتوع بكره. فانت بتستعين كان لازم يبقى عندك في الودين افارقه جامدين وده اللي حصل. لكن النادي الاسماعيلي بنقول الكابتن احمد العجوز معذور في اللعيبه اللي معاه. طيب هروح لملعب المباراه ومعايا على التليفون محمد زيكا لاعب النادي الاسماعيلي. ازيك يا زيكا؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازيك؟ رحب بالكابتن ابو طالب والكابتن عاطف عبد العزيز. الله يخليك يا زيكا. يعني رايك ايه في التعادل النهارده؟ وانا شايف النادي الاسماعيلي بيواصل اهدار النقاط يا زيكا في الماتشات وهتاثر معاه في منافسته على الصعود من مجموعته. اكيد طبعا تعادل بطعم الخساره وطبعا حاجه يعني تضايق وتزعل. النقطه يعني تاثر معانا في الماتش على ملعبنا وفرقه نادي الحرس اعتبر بتمر بظروف صعبه اللي هو عكس السنين اللي فاتت. كنا المفروض نستغل الفرصه ونكسب بس الحمد لله يعني على النتيجه وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. زيكا مش عارف يعني سامع كلام كده انت زعلان عايز تمشي من النادي الاسماعيلي، الكلام ده صح؟ لا والله يا كابتن هو بس يعني الحمد لله انا لو عايز امشي من النادي الاسماعيلي ما كنتش اخترت النادي الاسماعيلي عن النادي الاهلي والزمالك. بس في شويه مشاكل وهتتحل يعني ان شاء الله مع الايام اللي جايه. ايه المشاكل انت بتواجهها؟ يعني في ناس كابتن كريم يعني الكابتن عاطف عارف ان في ناس يعني مش عايزه مصلحه النادي، بتحارب الناس اللي هي ممكن تفيد النادي بس. فهي ده اللي مضايقني يعني وحصل مشاكل بسبب دوت. يعني في ناس ما بتحبش نادي الاسماعيلي او ما بتحبش مش عايزه تخلي النادي الاسماعيلي ومش عايزه النادي الاسماعيلي يظهر بالشكل اللي هو كان ظهر بيه في اول الموسم. فاحنا نحاول نستغل الحاجات يعني العوامل ديت وما تاثرش عليها الفتره اللي جايه. ان شاء الله يبقى اللي جاي احسن ان شاء الله يا زيكا. طبعا زيكا مش موضح ايه القصه بس بيقول في ناس ما بتحبش النادي الاسماعيلي مش عايزه الاسماعيلي يبقى كويس. بشكرك يا زيكا واروح للكابتن عاطف عبد العزيز. انت زعلان النهارده؟ اكيد طبعا. يعني بصرف النظر يمكن انا عندي تعليق بس على كلام الكابتن ابو طالب. يمكن احنا كمجلس اداره النهارده جبنا من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده قدامنا يعني المعروضه علينا النهارده كان شوقي السعيد وصالح موسى وزيكا وجددنا لعصام علي وعملنا استقرار للنادي وعملنا حد اقصى وحد ادنى للعقود جوه النادي الاسماعيلي. ويمكن اللعيبه دي اللي احنا كسبنا بيها اول 3 ماتشات في بدايه الدوري من ضمنهم نادي الزمالك. يعني ما اختلفناش النهارده في اللعيبه اللي موجوده مع النادي الاسماعيلي. اذا كان اللعيبه في لعيبه مصاب، عمرو سوليه كان مصاب، محمود متولي كان مصاب، شريف رجب اتعور، ولكن اللعيبه كلها هي دي اللي موجوده جوه النادي الاسماعيلي. لا النهارده لما يكون عندي 3 ماتشات واخسر منهم 7 بونت في حاجه مش مظبوطه. لا في حاجه مش مظبوطه النهارده. لازم نقول ستوب. ايه الغلط جوه النادي الاسماعيلي؟ ايه الغلط جوه الفرقه؟ النهارده كل اللعيبه متواجده بشكل كويس جدا. وفي لعيبه كانت مصابه الفتره اللي فاتت ومن ضمنهم حسن عبد ربه سافر القاهره وقعد يومين اتعالج وهو محمود متولي ورجعوا للنادي. ففي حاجه غلط النهارده. ايه الغلط من وجهه نظرك؟ انا حاسس ان في حاجه جوه الفرقه. هو مش موضوع كلاعبين ولا جهاز لا ولا كلاعيبه. النهارده هي دي اللعيبه اللي كسبت 3 ماتشات على التوالي. النهارده بقالك 3 ماتشات ماتش خساره و2 درون، من ضمنهم ماتش على ملعبك خساره ودرون الماتش ده. ايه الموضوع؟ لازم الكابتن احمد العجوز يراجع اللعيبه ديت
ايه المشاكل اللي جوه الفرقه. انا قريب جدا من الفرقه وقريب من الكابتن احمد العجوز. مفيش مشاكل ماديه جوه النادي الاسماعيلي. كل اللعيبه الفتره اللي فاتت يمكن هنا بس اللعيبه يمكن ليها مستحقات بتاعت مكافئتين ماتشات تليفونات بني سويف والكنال، انما كل الالتزامات الماديه واللعيبه هي دي اللعيبه اللي موجوده جوه النادي الاسماعيلي. يعني مفيش اضافه. يمكن احنا جبنا لعيب كويس جدا اسمه كوفي مشاك، فيرود كويس جدا، اللاعب الايفواري وقدمته لاتحاد الكوره عشان حاولنا الفتره اللي فاتت بكل الطرق ان احنا نقدر نسجله عشان نقدر نستفاد من الناحيه الهجوميه. زي ما بيقول الكابتن ابو طالب محتاجين دعم في الناحيه الهجوميه، ولكن لما بقول النهارده عندي ابراهيم حسن وعندي عصام علي وعندي جون انطوي وعندي ابراهيم حسن وعندي حسني عبد ربه جاي من تحت وعندي زيكا، لا الناحيه الهجوميه كويسه جدا عندي، بس في تقصير من اللعيبه ديت في الناحيه الهجوميه. فلازم النهارده كابتن احمد العجوز يقعد مع اللعيبه ايه اللي مأثر من للعيبه دي في الملعب. النتائج السلبيه الاخيره النادي الاسماعيلي هتاثر على فرصته في المنافسه. الاسماعيلي وصل للنقطه 15 دلوقتي، فرقه بين بتروجيت المتصدر 5 نقاط. انا تحت كمان الفرقه اللي جايه، انا تحت اسماعيلي وادي دجله الزمالك وادي دجله والزمالك النهارده 14 13 بونت ورايا ولاعبين اقل النهارده. انا عندي ماتش المنيا وعندي بتروجيت اخر ماتشين في الدور الاول. لو النهارده اللعيبه ما حسيتش بالخطوره للنادي الاسماعيلي